السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. وحشتوني. النهارده فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل عزومه زي العسل. ان شاء الله هنعمل اكله جمبري، انما ايه تستاهل بقكم. وطبعا ما شفتش حد ما بيحبش الجمبري. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، حطيت كده حله على النار فيها ميه وخليتها تغلي، ورحت حاطه فيها قشور الجمبري. حلو. قشرت كده كام وحدايه علشان اعملها في شوربه السي فود. وخدت القشر بتاعها وهعمل بيها منها شوربه. وحطيت كده بصلايه مقطعاها اربع، وطماطمايه برضو مقطعاها اربع، ومعلقه كمون، ورشه فلفل اسود، وكمان توابل سمك. واسيبهم بقى ايه مع بعضهم يغلوا كده حوالي 5 دقايق، وبعد كده ايه انزلها من على النار. زي ما انتم شايفين كده لونها حلو جدا، وكمان ريحتها حلوه خالص. قشر الجمبري بيبقى حلو قوي في الشوربه. تمام. وكمان هحط لها ملح. بصوا بقى، على بال ما الشوربه تغلي، حطيت كده طاسه على النار وفيها معلقتين من الزيت، ومعايا بصل مقطعاه كده جوانح، اي تقطيعه تحبيها. انا هعمل صينيه جمبري بالخضار، فهحتاج ان انا ايه البصل يبقى متقطع جوانح كده. وقبل ما البصل ياخد لون او يدبل، حطيت كده معلقه من الثوم المفروم، وكمان فلفلتين كده متقطعين برضو زي ما انتم شايفين كده شرايح. ونقلب بقى البصل مع الثوم مع الفلفل كله كده مره واحده، لحد ما نشم ريحه الثوم. وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. عايزه اقول لكم اكله النهارده هتبقى زي العسل. واكتر من حاجه، هعمل شوربه سي فود، وهعمل طاجن جمبري بالخضار، وبالعيش بقى، وجنب سلطه، وبألف هنا وشفا. دلوقتي بقى انا بتبل كده البصل برشه كده من الكمون، ورشه من فلفل اسود، وكمان ملح، وكمان توابل سمك، ورشه كده من البابريكا. تمام. البابريكا دي بابريكا حلوه يعني بارده. ونقلب كده. خلي بالنا ان البصل كل ده لسه ما يعني ايه ما تبلش معايا. يعني انا عملت كل ده قبل ما البصل يدبل. تمام. ويا دوب بس نخلي البصل يدبل، يعني مش هياخد لون. ومعلقه توم باودر، وبصل باودر لو عندك. وطبعا كل حاجه من دي على طرف المعلقه كده، علشان التوابل ما تكترش منك وتغطي على ريحه وطعم الجمبري. ونقلب كده لحد ما المكونات اللي معانا دي تدبل. وحطيت الملح كده اهو بالشكل ده. ونقلب كمان اهو بدأ يدبل معايا. حطيت كده بقى ايه طماطم مقطعاها مكعبات، وقبل ما اقطعها بقشرها، علشان القشرة زي ما قلنا قبل كده بتفضل في الاكل، واللحم بيستوي وبيبقى شكلها مش حلو. فيفضل ان احنا نقشر الطماطم وبعد كده نقطعها مكعبات. شايفين بقى الالوان الجميلة دي تفتح النفس على الاكل، من غير جمبري بقى ومن غير اي حاجة. هسيبهم بقى كده يتسبكوا كده مع بعض من غير ميه ومن غير اي حاجه خالص. الطماطم هتنزل ميتها وهتبقى زي العسل. انا اسفه على الصوت اللي حصل ده. رؤى لازم تبوظ الفيديو. وهقلب كده. بصوا بعد ما الطماطم دبلت اهو مع الخليط بتاعنا، كان عندي طبق صلصه من امبارح، كنت عامله كشري. الصلصه دي معموله ببصل وتوم وخل. تمام. طشه توم بالخل. فنفس المكونات اللي انا عاملاها في الجمبري. وبرده الخل برضو حلو مع والليمون حلو برضو مع الجمبري. تمام. لو مش عندك طبق الصلصه ده، هتحطي كوبايه عصير طماطم فريش. تمام. انا عشان كانت عندي فقلت استخدمها. وهسيبهم بقى ايه يتكتكوا مع بعض كده ويغلوا غلوتين، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. بصوا بقى، بعد ما غلت غلوتين جبت الجمبري كده. انا بوريكم ان انا شايله منه الحبل الرمل بتاعه، علشان ما يعني بنضفه كويس وبغسله كويس قوي تحت الميه الجاريه اكتر من مره. وبيبقى بالشكل ده. انا النهارده هعمل الجمبري بقشره. تمام. ان انا حابه النهارده اعمل الجمبري بقشره في طاجن، زي ما انا قلت لكم قبل كده، بالبصل والخضار. تمام. واقلب كده بقى الجمبري مع الخليط الحلو اللي احنا عملناه ده. برضو لو عندك فلفل الوان حطي براحتك. تمام. ودلوقتي اهو الجمبري بعد ما تكتك شويه كده وغلى غلوتين مع الخليط الجميل اللي احنا عملناه ده،
عايزه اقول لكم ما نخليش الجمبري يغلي كتير، علشان لحمه بيشد وبيبقى عامل زي الجلد كده، فمش بيبقى حلو. هو اصلا مش بياخد سوا، تمام، يا دوب هو تقلبيه غلوتين كده وخلاص. هو بصوا بيتكتك اهو. بصوا دقيقه بالظبط وهطفي عليه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. النهارده هتبقى سفرة باذن الله زي العسل، وهعمل لكم بقى شوربة سي فود. بصوا مفيش اطعم من كده، وتعملوها بقى بطريقتي وان شاء الله هتعجبكم، وتقولوا لي بقى رايكم في التعليقات ايه. بصوا انا بوريكم، بصوا تعرفوا ازاي ان الجمبري استوى وبدأ يدخل في السوا. الجمبريه نفسها الديل بتاعها بيبقى لونه اورنج، وكمان اللحم بتاعها بيقلب كده بيبقى لونه اورنج. يعني انا اللي كانت معايا كان لونها ابيض، وكان فيها يعني مغمقه كده شويه رمادي، تمام. هي بدأت تبقى لونها اورنج كده، يبقى كده خلاص دخلت في السوا. بصوا بقى جبت طاجن بايركس بالشكل ده، وحطيت فيه كده الخليط بتاعنا كله، وهزوده بقى حوالي كوبايه شوربه من شوربه الجمبري الجميله بتاعتنا، وايه، وهدخله بقى الفرن يتكتك مع نفسه بقى في الفرن حوالي 5 دقايق بالظبط، واطلعه وهتشوفوا بقى شكله بعد ما يطلع يبقى زي العسل. ريحه وطعم عايزه اقول لكم والله العظيم يعني مفيش احلى من كده. وكلنا طبعا عارفين ان الجمبري ده بيبقى حكايه، يعني انا عن نفسي بحب الجمبري جدا، ما شفتش حد لحد النهارده ما بيحبش الجمبري. بصوا بقى جبت كده طبق من الشوربه وحطيت عليه كده حوالي نص معلقه ملح، وزودت بيه الطاجن البايركس بتاعي، وهدخله الفرن زي ما قلت لكم، تمام. هو ده شكل الطاجن، ادخله بقى الفرن وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا بقى جبت حله كده على النار، وحطيت فيها كده حوالي معلقه من الزيت، ومعايا توم مفروم، ونبدا بقى نعمل الشوربه على بال ما الطاجن او الصينيه بتاعتنا تتشمع في الفرن. معلقه كده من التوم المفروم، واول بس ما تدبل كده هنزل بيها بفواكه البحر. بصوا انا جايباها جاهزه، يعني بيبقى فيها الصبيط والكاليماري والجمبري، بس لقيت الجمبري فيها وحدايه بس، وحدايه جمبري واحده بس. رحت قشرت كام واحده جمبري كمان وحطيتهم عليهم، تمام. القشر بقى اللي انا عملت بيه ايه، الشوربه اللي انا عملتها معاكم اول الفيديو، تمام. لقيت الجمبري قليل يعني في الشوربه، كان هيبقى قليل، فروحت قشرت كام وحدايه كمان كده وحطيتهم في الشوربه، وخدت القشر بتاعها وقلت ايه، القشر بتاعهم هعمل بيه شوربه سي فود، تمام. وبيبقى برضو فيها بلح البحر والكابوريا والكلام ده كله. ونقلب كده برضو تقلبتين يعني مش كتير، علشان ويبقى فيها برضو سمك فيليه قطع كده صغيره. دلوقتي بقى انا هصفي الشوربه. بصوا هما يا دوب تقلبتين علشان دول مش بياخدوا سوا خالص، علشان ما يتهروش منك، وتبقى الواحده بوحدتها كده في الشوربه جميله. انا صفيت كده الشوربه، وهسيبها بقى تغلي كده غلوتين، وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. اهو بالشكل ده. وهزود ملح كده ورشه من السكر، ونسيبها بقى تغلي غلوتين، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى حطيت كده طاسه على النار كمان، وحطيت فيها برضو معلقه من الزيت او السمنه. يعني انا النهارده يعني انا دلوقتي بعمل الكريمه، تمام، فهعملها بالثوم والسمنه مش الزيت، تمام. وهقول لكم ليه. السمنه في الكريمه بتبقى احلى، بتبقى مديها دسامه كده واحلى من الزيت. ومعلقه من الثوم كده هسيبه بس يدبل، وبضيف كده توابل السمك. التوابل اللي انا بحطها دي ريحتها جميله جدا، عشان كده بحب احطها، وبتدي ريحه حلوه قوي مع الثوم. ونقلب كده تقليبتين لحد اول ما يبقى التوم لونه ذهبي، ونخلي بالنا طبعا على نار هاديه علشان التوم ما يتحرقش. اهو بالشكل ده. بصوا بقى في الخطوه دي
بعد ما التوم يبقى لونه ذهبي ممكن تحطوا بقى لو حاطين معلقتين سمنه او زبده ممكن نحط قصادهم معلقتين دقيق. تمام. انا في الفيديو ده انا نسيت احط الدقيق، وهقول لكم انا عملت ايه. بصوا بدأ ياخد لون ذهبي اهو. يعني في الخطوه دي ممكن نحط معلقتين دقيق ونقلب ونحمر الدقيق، وبعد كده نضيف اللي هنضيفه دلوقتي. انا بطشها كده بالليمون واللبن. بصوا بقى، علشان انا نسيت احط دقيق مع التوم او مع السمنه او الزبده اللي انا حطيتها، حطيت على كوبايه لبن كبيره معلقتين من الدقيق. تمام. لان انا حاطه معلقتين برضو من السمنه. خلاص. برضو هيتقل يعني، يعني دوبت كده اللبن وهو بارد دقيق وطشيت بيه التومه. تمام. وهنشوفه دلوقتي هيتقل وهيبقى جميل برضو. يعني ممكن لو نسيتي زي كده تعملي الحركه دي، معلقتين كده دقيق في اللبن وتدوبيهم على البارد، وبعد كده تعملي كده. بصوا على بال ما اللبن يغلي، بصوا دي مكان الحله دي مكان الشوربه اللي انا عملتها وصفيتها معاكم في شوربه السي فود. بصوا بقى الشوربه اهي، او سوري الكريمه بدات تتقل اهو، شايفين بقت جميله جدا. بصوا بقى شوربه السي فود جميله ازاي، ولونها حلو خالص وريحتها جميله جدا. انا ببدا كده احط بقى اضيف لها كريمه. انا بحب شوربه السي فود او شوربه الجمبري بحب احط لها كريمه. تمام. فانا بضيف كده الكريمه وهسيبهم بقى ايه يغلوا كده مع بعض. بتحبي بقى شوربه السي فود او شوربه الجمبري ايا كان اللي هتعمليه تبقى تقيله، هتفضلي تخلي الشوربه بتاعتها تغلي كده لحد ما تبقى تقيله، او تبقى مقلله الشوربه اللي هي الشوربه من الاول قبل ما تحط الكريمه، وبعد كده تحط الكريمه هيتقل بقى لوحده. فاهميني؟ لان ما ينفعش نخلي فواكه البحر تغلي اكتر، علشان زي ما قلنا هتتهري مننا، مش بتاخد سوا، وكمان الجمبري اللحم بتاعه بيجلد فمش بيبقى حلو. فمن الاول نقلل الشوربه اللي احنا حطيناها من الاول خالص، واول ما نحط الكريمه اوريدي هتتقل معانا، لان الكريمه فيها دقيق وكده. بصوا بقى بعد ما غرفت حطيت كده الشوربه في البوله اللي انتوا شايفينها دي، وزوقتها او زينتها بالجمبري. شايفين اللون؟ والله العظيم ريحه فظيعه، ودقت طعمها جميل جدا. شايفين ما شاء الله، ودسمه وجميله جدا. انا بحب شوربه السي فود تبقى بالكريمه، بيبقى طعمها حلو قوي. وكمان انا عاملاها خفيفه، مش عاملاها تقيله للدرجه. يعني انا ساعات بعملها تقيله وساعات بعملها خفيفه. بحب اعملها تقيله لما تبقى شوربه جمبري بس، فاهميني؟ لكن بحب اعملها خفيفه لما تبقى شوربه سي فود كده. ودي صينيه الجمبري بالخضار حلوه جدا، وزينتها بشرايح الليمون. وعملت سلطه، كان عندي خيار وطماطم وبصل قوارم صغير، قطعتهم على بعض مع ليمون بقى وملح، وبألف هنا وشفا. بصوا بقى صينيه الجمبري حلوه ازاي، ولونها والله بجد يجوع. وزينتها كده بشرايح الليمون وبألف هنا وشفا. والله الأكلة دي حلوة جدا، والطريقة اللي أنا عاملاها بيها حلوة حلوة حلوة. ودايما بعمل الجمبري بالطريقة دي، بيبقى ريحة وطعم حلوة جدا. وكمان ممكن تعملها في العزومات لو عازمة حد مثلا على أكلة سي فود أو حاجة، وخدت كده جمبرية من الصينية وزينتي بيها البولة بتاع الشوربة. وبألف هنا وشفا. النهاردة عزومة شرفتني قدام جوزي. دلوقتي انا هغرف بقى الاطباق، هغرف بقى الشوربه وهغرف الجمبري، وهوريكم برضو بعد ما اغرف الشوربه شكلها عامل ازاي، والحاجات الجميله اللي في فواكه البحر عامله ازاي بعد ما استوت. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، واعملوها بطريقتي وقولوا لي رايكم ايه في التعليقات، وان شاء الله هتعجبكم، وانا واثقه من كده وهتشرفكم والله قدام ضيوفكم، ويطلبوها منكم كمان وكمان، لان انا اتطلبت مني تاني. يعني جوزي قال لي اعملها لنا تاني نفس الطريقه دي حلوه جدا. بس انا انتوا عارفين كل مره بحب اغير. شايفين الشوربه عامله ازاي؟ ما شاء الله. على فكره اللون الاصفر اللي من فوق ده سامه. شايفين ما شاء الله الكابوريا بقى مع الكاليماري والصبيط بقى والجمبري. انا قلت لكم ان انا زودت جمبري، قشرت شويه جمبري كده وحطيتهم معاه، لان هما كانوا حاطين لي في شوربه السي فود دي جايباها جاهزه جمبريه واحده بس. بصوا بقى بعد ما غرفت الشوربه شايفين حلو جدا، وشايفين الجمبري من فوق كده ولونه اورنج وحلو قوي.
وفواكه البحر بقى، البلح البحر والكاليماري والصبيط بقى والجمبري والكابوريا وبلح البحر وكل حاجه. بألف هنا وشفا. اتمنى تعجبكم وتقولوا لي رايكم ايه في التعليقات. وان شاء الله في كل مره هعمل لكم الجمبري بطريقه مختلفه، واعمل لكم عزومه منه كده تشرف زي اللي عملتها لكم النهارده. وبألف هنا وشفا. والنهارده بقى عايزه تعملي جنبها رز صياديه ماشي. انا كنت حابه الاكله النهارده تبقى معاها عيش بلدي، بتبقى طعمها حلو جدا. ولو عندك ترشي برضو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.